لمعة صحية ولا وجه مزيت؟ شيرين بيوتي تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها الأخيرة بجوي أووردز. شيرين بيوتي رجعت تتصدر الترند بعد ظهورها بحفل جوي أووردز بالسعودية، لكن هالمرة الجدل ما كان عن الجائزة ولا حتى عن الإطلالة، الجدل كان عن لمعة وجهها اللي خطفت الأنظار وأشعلت السوشيال ميديا. قسم من الجمهور شاف أنه اللمعة حلوة وطبيعية وبتدل على عناية عالية بالبشرة وصحة واضحة، بينما قسم تاني اعتبرها مبالغ فيها ووصل فيهم الأمر اتهام شيرين أن حاطة زيت أو حتى فازلين عشان تطلع بهالشكل. والجدل كبر أكتر لأنه توقيت حساس. شيرين بيوتي أطلقت مؤخرا براندها الخاص بالعناية بالبشرة وآخره آي باتشز للعيون، فهل اللمعة كانت صدفة ولا ترويج غير مباشر لمنتجات جاية بالطريق؟ وهل ممكن نشوف قريبا ماسك أو منتج جديد ضمن البراند؟ اللافت أنه شيرين ما ردت ولا علقت على أي انتقاد وتركت الجمهور ينقسم بين داعم ومهاجم. فهل اللمعة كانت طبيعية وصحية ولا فعلا كانت زيادة عن اللزوم؟ وهل بتشوفوا أن الموضوع له علاقة ببراند الجديد أو مجرد تحليل فقط من الجمهور؟